رفعتي راسك بالسما في حلمك وشفتي القمر ينور أو نجوم تلمع كأنها تكلمك، وقف في لحظة. هذه مو بس مجرد رؤية جميلة، هذه ممكن تكون إشارة قوية تخص مستقبلك، طاقتك، وحتى قدرك. تبين تعرفين رسالة السما لك في هالحلم؟ خليكي معي دقايق وراح نكتشفها سوا. أهلا وسهلا فيك يا روح قلبي في رسائل المنام. سبحان الله، منظر القمر والنجوم في الحقيقة يأخذ الأنفاس. كيف عاد في عالم الأحلام؟ رؤية هالأجرام السماوية لها ثقلها ومعانيها العميقة اللي كثير منا يسأل عنها. عشان كذا اليوم قررنا نتعمق في تفسير رؤية القمر والنجوم في المنام، ونكشف كيف ممكن تكون إشارات للقدر والطاقة الروحية أو رسائل نفسية مهمة. بنشوف معانيها المختلفة حسب شكل القمر، بدر أو هلال، وحالة النجوم لامعة أو متساقطة. لو يهمك تعرفين أسرار السماء في أحلامك وتفهمين طاقتك أكثر، تأكدي إنك مشتركة معنا ومفعلة الجرس لرسائل المنام. خلونا نبدأ رحلتنا السماوية يا غاليات. القمر والنجوم في الأحلام غالباً ما تكون رموز قوية مرتبطة بالجوانب العليا في حياتنا، بالروح، بالقدر المكتوب، بالأهداف السامية، بالطاقة الأنثوية، خاصة القمر، وأحياناً بالعلم والهداية. تفسيرها يعتمد كثيراً على التفاصيل وعلى إحساسك وقت الحلم. خلونا نفصل أهم حالتين. القمر في حلمك له دلالات كثيرة، وغالباً مرتبطة بالمشاعر، بالحدس، وبالإرشاد الإلهي أو الداخلي. القمر البدر المكتمل، يا سلام، هذا من أجمل الرموز. يدل على تمام الأمور، اكتمال هدف، وضوح رؤية، نجاح، وأحياناً زواج أو حمل للمرأة. هو نور وهداية وبركة. يمثل كمان اكتمال طاقتك الأنثوية أو العاطفية. الهلال رمز البدايات الجديدة، الأمل، الفرص، بشرة بشيء حلو قادم، ممكن خبر سعيد أو بداية مشروع، هو بداية دورة جديدة. القمر المعتم أو المغطى بالغيوم ممكن يدل على حيرة، غموض، تأجيل أمور، مشاعر حزن أو قلق مخفية، كأن في شيء يحجب عنك الرؤية الواضحة أو النور، يحتاج منك وقفة تأمل. خسوف القمر غالباً ما يكون تحذير، ممكن يدل على مشاكل تخص نساء العائلة، الأم، الزوجة، الأخت، أو تعب صحي، أو أمر مهم يتعرض لعقبة كبيرة. قد يكون إشارة لك بضرورة الانتباه لأمر ما كنت تتجاهلينه. كثرة الأقمار أحياناً تدل على رفقة طيبة وصالحة، أو علم نافع، أو حتى زيادة في الأمان والطمأنينة. إحساسك وقت رؤية القمر هو المفتاح. هل كان مريح ومنور أو مخيف ومظلم؟ أما النجوم المتلألئة في السماء فهي كأنها ترسم خريطة أمنياتنا وتوجهاتنا وقدرنا. النجوم اللامعة الواضحة، بشرى بالخير، رفعة، علو شأن، تحقيق أهداف، توفيق في السعي، هي الأمل والتفاؤل والإرشاد. قد ترمز لأشخاص صالحين أو علماء في حياتك. النجوم الكثيرة في السماء الصافية، خير ورزق وبركة، وناس طيبين حولك، دليل استقرار وسعادة بإذن الله. النجوم الخافتة أو المختفية قد تشير لخيبة أمل، تعثر في تحقيق هدف، أو فقدان لشخص مرشد أو عزيز. سقوط النجوم، الشهب، تفسيره يعتمد، ممكن يكون نهاية مرحلة وبداية أخرى، أو تحقيق أمنية بسرعة، دعاء مستجاب كالشهاب الساقط. وممكن للبعض يدل على خوف من المجهول أو تغيرات مفاجئة، وأحياناً، خاصة إذا كان مخيف، قد يحمل تحذيراً من موت شخص مهم، والله أعلم، أو خسارة، إمساك نجمة باليد، تحقيق أمنية كبيرة، أو الحصول على علم نافع أو منصب رفيع. النجوم هنا ترتبط بأهدافك، آمالك، والمرشدين في حياتك. طيب، من الناحية النفسية والطاقية، كيف نفهم هالأحلام؟ القمر ممكن يعكس حالتك العاطفية والنفسية المتقلبة، مثل دورات القمر، حدسك، علاقتك بأنوثتك، وجانبك اللاواعي والمظلم أحياناً. وقت الخسوف، رؤيته بوضوح تعني صفاء الذهن والعاطفة. النجوم تعكس طموحاتك، آمالك، أهدافك السامية، شعورك بالهدف في الحياة. النجوم اللامعة ممكن تكون انعكاس لطاقتك الإيجابية العالية وتفاؤلك، بينما النجوم الخافتة أو المتساقطة قد تعكس شعور بالإحباط أو فقدان للطاقة. السماء الصافية المليئة بالنجوم والقمر تمثل شعور بالسلام الداخلي، الاتصال بالكون أو بالله، الإحساس بالانتماء والوضوح. هذه الأحلام تعطيك فرصة تشوف مستوى طاقتك وتوازنك النفسي. هل ممكن تكون هذه إشارات قدرية؟ في ثقافات كثيرة وعلى مر العصور، اعتبروا القمر والنجوم
رموز للتوجيه الإلهي وتحديد المصائر. في منظورنا الروحي الإسلامي، هي آيات الله في الكون. رؤيتها في المنام قد تكون تذكير بقدرة الله وعظمته، وتدعونا للتفكر، إشارات للتوفيق أو التحذير. نعم، ممكن تكون بمثابة إشارة لطيفة من الله بالتوفيق في أمر ما، النور والوضوح، أو تحذير للاهتمام بأمر آخر، الخسوف، الظلمة. دلالة على العلم والهداية. القمر والنجوم كانت أدوات هداية للمسافرين، وفي المنام قد تدل على العلم النافع أو الأشخاص الصالحين الذين يرشدونك. طاقة المكان والزمان. للبعض، هذه الأحلام قد تكون مرتبطة بطاقة روحية معينة يشعرون بها في فترة ما من حياتهم. الأهم هو التعامل معها بتفكر، دعاء، واستخارة إذا لزم الأمر، وعدم الجزم بالغيب. إذن يا حبيبتي، رؤية القمر والنجوم في منامك هي دعوة سماوية للتأمل والتفكر. هي رسالة عن مشاعرك، طاقتك، أهدافك، وعلاقتك بالكون والخالق. استقبلي هذا النور في حلمك بقلب مفتوح، وحاولي تفهمين رسالته الشخصية لك. يا ترى، أي منظر سماوي شفتيه في حلمك مؤخراً؟ قمر بدر؟ هلال؟ نجوم كثيرة؟ شاركينا في التعليقات تجربتك وإحساسك وقتها. خلينا نستنير بآراء بعض، ولا تنسين متابعة رسائل المنام عشان نستمر نستكشف جمال وعمق رسائل أرواحنا.